الكلمتين دول لاي حد كده بيقف على نص الشارع، سواء كبير او صغير او ولد او شاب او عجوز او الكلام ده كله. بص يا صديقي، عايز اقول لك ان الرجوله افعال مش كلام. فانت اكبر يا صديقي من الكلام ده كله. الرجوله مش انك انت تقف على نص الشارع او نص الحاره والكلام ده كله وتوقف حال بنت ماشيه في حالها. الرجوله انك انت تكون انت الامان اللي تحس بيه البنت هي وماشيه. فالجدع بقى اللي بجد هو اللي الناس تشاور عليه وتقول هو ده ابن الاصول، مش اللي الناس تخبي وشها منه خالص. فتخيل معايا كده يا صديقي، اختك او والدتك ماشيه ومبسوطه وجايه من البيت نازله مرتاحه نفسيا والكلام ده كله، وواحد جه عكر مزاجها بكلمتين اتنين بس. اكيد لو انت راجل دمك هيغلي. طيب ما كل ماشي يعني هي اخت لواحد زيك دمه حامي، ليه نبقى احنا اللي بنضايق بعض؟ خليك انت السند مش التهديد. فخليك مكان اخو البنت اللي هي انت بتعكسها. فبص يا صديقي، التقل صنعه زي ما بيقول كده، كانوا بيقولوا زمان الصياعه ادب. فالتقل صنعه. الراجل اللي ليه هيبه هو اللي البنت بتحترمه من سكوته وادبه. لان المعاكسه دي اصلا رخص. رخص بتبين ان الواحد فاضي وما عندوش هدف. خليك تقيل وخليك غالي وخلي قيمتك في ادبك، دي اللي بتجيب التقدير بجد. ولو جيت يا صديقي لحكايه التليفونات والكلام ده كله، فخليك فاكر ان اللي بيستخبى ورا التليفونات دون بيبقى مستخبي ورا شاشه. فالبيوت كمان اسرار وامانات. لما ترفع سماعه التليفون وتزعج حد، انت كانك كده بالظبط دخلت بيتهم من غير استئذان. الاصول بتقول انك لو عايز تتسحب من ورا السلوك، خلي تليفونك ده وسيله لرزقك بس لاصحابك، مش وجع دماغ والبنات الناس والكلام ده كله. فالخلاصه يا صديقي ان الشارع مرايه. الشارع ده بيتنا الكبير والناس اللي فيه عيلتنا. لو كل واحد فينا احترم نفسه او احترم خصوصيه التاني هنمشي كلنا مرتاحين. خليك انت اللي بيبدا بالتغيير. خليك انت الراجل البرنس اللي بيفرض احترامه باخلاقه، مش بصوته العالي ومعاكسه البنات ويقعد على الناصيه دي ويشرب السيجاره وكلمه من هنا على كلمه من هنا والتنمر والمعاكسات اللي احنا بنشوفها دي.